أنا الحمد لله قمت بحفلات كتير وفي دكاترة كتير تشهد على كده. في حاجات ممكن تقع مني ما فيش أي مشكلة، ولكن الحاجة اللي تقع مني لازم أقومها تاني. لازم لما ألاقي إنسان مثلا مش هيقدر حتة إن الحاجة دي وقعت لسبب ما أو ظرف ما، إن أنا خلاص بقى هرجع أقعد في البيت وأزعل وأحط إيدي على خدي والكلام ده كله، لأ. أطلع تاني وأشتغل تاني وأثبت لكل إنسان حاول إن هو يحبط مني لو 1% إن أنا جديرة فعلا بالمكان اللي أنا فيه. أصبحت النهارده الحمد لله رب العالمين دكاتي في أكلاتي. أنا ممكن أكون في مؤتمر أو في مكان وألاقي ناس كتير بتسلم عليا أو ما إلى آخره وأنا فعلا مش عارفاهم، فده شيء بيبسطني جدا وابتدي أتعرف عليهم. ودايما شعاري في الحياة ربنا يعلي من شأننا ويوطي في أنفسنا. طبعا أنا سعيدة باللقاء معاكم، والحاجة اللي أنا فعلا عاوزة أوصلها لأي حد، كلنا جوانا حاجة حلوة، نحاول نشوف ايه الحلو اللي عندنا، الموهبه اللي عندنا نحاول نطلعها، نحاول نشتغل، نحاول نطلع للخارج. بلاش بقى تاخر وبلاش كلام بيأخرنا ويرجعنا لورا، بلاش الفيسبوك، بلاش معرفش ايه. يا جماعه كل شيء فيه السلبي والايجابي، علينا ان احنا بنختار نمشي شمال او نمشي يمين، نمشي صح او نمشي غلط. اشتغلي، احنا في وقت دلوقتي محتاجين ما نقولش غلو الاسعار واللي محتاجين نقول احنا ازاي نعمل حاجه نطلع بيها ربح ودخل لبيتنا. لله الحمد القناة عندي اشتغلت والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله حققت الربح والحمد لله بينزل عليها ربح الحمد لله رب العالمين. على الفيسبوك دكاتي في اكلاتي بقت معروفة، على التيك توك في قلب المؤتمرات. من مكاني دوت بدعيكم كلكم، كل اللي جواها موهبه او شغل او حاجه اطلعي بره البيت. يا جماعه الازواج، ندائي للازواج اللي دايما تحبط في زوجاتها ودايما يقولوا لهم اقعدوا انت ما عندناش حد يطلع على الفيسبوك، احنا ما عندناش حد يطلع. حضرتك مراتك بتكلم بائع البطاطا وبائع البطاطس وبتروح السوق وبتكلم كل الناس. حضرتك مرات حضرتك ماشيه في الشارع وجها لوجه بتتعرف بالناس كلها، بتتكلم مع الناس كلها في حدود الاحترام والادب. بنقف مع بتاع الفراخ وبنقف مع بتاع السمك. طب ما احنا خارجين لهم هم بنفسنا، مفيش اي مشكله ان اطلع على السوشيال ميديا باحترامي وبادبي وباخلاقي. واللي مش هيعرف يحفظ اخلاقه او يبقى عنده حاجه زي دي، انا اللي بنصحك اقعدي في بيتك. ولكن لو هتتعاملي مع الناس برجوله، هتتعاملي مع الناس انك انت طالعه الشغل مش لاقي هدف تاني، الحلال مبين والحرام مبين، الشغل موجود. اسعوا على نفسكم، حاولوا تزودوا من دخل بيتكم، حاولوا تعملوا حاجه تكون مفيده. طبعا بشكر الاعلاميه الجميله الكبيره على الاستضافه الجميله النهارده، ربنا يخليكي يا رب كده ودايما في تألق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ختم لقائنا بنقول للاستاذه حنان شكرا على النصايح الجميله اللي قدمتيها للفتاه في بلدنا او للست، لان فعلا مفيش خزل ولا في خوف ولا في كسوف. احنا طلعنا بره عشان نثبت وجودنا ونثبت ذاتنا، ومن خلال برنامجنا سعدت بيكي يا استاذه حنان. والله انا اسعد، وسعدت بكل من بيقدم نصيحه او معلومه بتفيد الاخرين. سعدت بيكم.